طول عمري كان عندي فضول رهيب أعرف هو الناس اللي بتقعد تدرس 5 سنين و7 سنين دخلوا طب وهندسة اتعلموا كل ده عشان في الآخر يسيبوها ويشتغلوا حاجة تانية خالص بيعملوا كده ليه وعشان إيه؟ النهاردة أنا هشوف فينوس الرايس عملت كده بالظبط سابت الهندسة مع إنها كانت شاطرة فيها عشان تصور حيوانات. أنا اسمي فينوس، ليبية عايشة في مصر. صحابي بيقولوا لي مجنونة شوية ساعات، بس أنا مش مقتنعة. الحيوانات زي الأطفال عندهم حاجات كتير، عندهم نظرات حزن، عندهم نظرات الفرحة. كل حيوان فيهم مختلف. زي ما قلت لك هم أمثالنا، وكل واحد فيهم شخصية. هو مش خايف ان هو يتصور او مش بيفكر ان هو بيتصور، فهو بيطلع الاكسبريشنز بتاعته على حقيقته. عصبي، سخيف، رزل، مكشر، متنح، عامل فاني فيس. انا عايزه اطلع الشخصيه دي، مش صوره وخلاص. مش عايزه اروح كودك اتصور صوره الباسبور. انا بحب اصور بني ادمين وحيوانات، فبالنسبه لي انا بصور فاميلي، فهم ده جزء من عيلتنا، فلازم يتصوروا. أنا كان عندي فضول أعرف هي إزاي بتقعد كلاب وهي بتصورها. المشكلة إني اكتشفت إن ممكن تبقى الهندسة شغلها أسهل شوية من اللي هي بتعمله. هي ما عندهاش ميعاد معين للسيشن وبعدها هتخلص، هي عندها صبر رهيب. هتقعد تجرب عدد لا نهائي من التجارب لغاية ما تطلع بلقطة حلوة، تنط وتجري وتجيب تريتس وتعود الكلب أو الحيوان اللي موجود معاها على المكان. هي هتفضل تجرب معاه لغاية ما تطلع اللي هي عايزاه. نفسي يبقى المكان هنا مش مجرد حاجة بتاعت تصوير بس. يعني كل كلاينت هيجي يتصور هنا هيساعد حالة معينة، وهوصله بالحالة دي وأوريه التغيير اللي حصل في الحالة دي بسبب مساعدته. دي حاجة مهمة ليا جدا، لأن أنا بحس أول ما أنتي بتحسي الموضوع شخصي وابتديتي أنتي مش حطيتي فلوس مش عارفة راحت فين، لا أنتي عارفة أن الفلوس دي راحت للحالة دي أو جزء من تبرعات الحالة دي، فهتحسي أن أنتي غيرتي وشفتي التغيير اللي حصل فيها. ده اللي خلاني أنا أبتدي أساعد حيوانات. يعني ابتدت الموضوع معايا كده، ان انا ساعدت في حالة، الحالة دي جابت حالة تانية، ابتديت اساعد، حسيت الاحساس الحلو ان انا غيرت في حياة روح كانت متبهدلة جدا وخفت وبقت مبسوطة ولقيت بيت. يعني كان ممكن اقول انا هاخد دونيشنز وخلاص واحطها في شلتر وخلاص والشلتر بيساعد الحيوانات كلها. لا، انا عايزة التواصل ده، عايزة الكونكشن، ان تشوفي لا انا دي القصة اللي انا متبنياها، ده الحيوان اللي انا اعتبر متبنياه. انا قعدت سنتين خايفه ابتدي. اتعلمت ان انا مش لازم ابتدي المكان وهو كامل، يعني مش لازم الدنيا كلها تبقى بيرفكت عشان ابتدي. لان انا في العادي كان اللي بيوقفني قبل كده عشان ابتدي ان انا لا لازم اكون مخلصه كل حاجه وهيبقى شكلها ازاي. اتعلمت ان انا ابقى سهله مع نفسي، ان عادي ان انا ممكن منجحش، بس هفكر في افكار تانية تخليني انجح. وزي ما شايفين انا ابتديت الاستوديو لسه ما فيهوش كراسي يا جماعه ولسه ما فيهوش اي حاجه، بس ابتديت وصورت وتعلمت ان انا اسند على اصحابي وعيلتي. زمان كنت لا انا مش بتكسف اطلب مساعده من حد، وبتكسف لا انا مش عايزه اتقل على حد. الكلام ده غلط جدا، لان زي ما انا بدي، العدل ان انا اخد، مش عدل ان انا ادي بس. يعني مش عادل ان انا احسن منكم يا جماعه فانا اللي بدي وانا اللي طيبه وما بطلبش حاجه من حد. لا، انا اتعلمت ان انا اديهم الفرصه ان هم يدوني كمان، وهم ادوني كتير قوي.